السلام عليكم، انا خالد درغام، طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم نصايح شهر 9. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. ده اول فيديو على القناه، وفيديو النهارده هنبدا فيه نصايح شهر 9، فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان هينزل لكم فيديوهات كتير عن الكتب، عن المدرسين، عن كل حاجه عايزينها، كل حاجه هتفيدكم في السنه دي. معاكم من اول السنه وهكمل معاكم ان شاء الله لاخر السنه، فما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. اول حاجه يا جماعه، شهر 9 ده يعتبر لسه في البدايات، انتوا لسه بتسخنوا، فانا عايز الشهر ده تحاولوا على قد ما تقدروا انكم تجربوا المدرسين. لو انتوا في مدرس مش مستقرين عليه، جربوا المدرسين، ده وقت التجربه، بس ما تجوش بعد شهر 9 تجربوا. فانا عايزكم تجربوا دلوقتي عشان ما حدش يجي بعد شهر 9 الاقيه عايز يجرب، لا انت كده بتضيع نفسك. دي من الحاجات اللي كنت وقعت فيها، ان انا غيرت مدرسين كتير على مدار السنه، وكل شويه كنت بقع في الماده اللي انا بغير فيها المدرس، فعشان كده مش حابب خالص ان حد فيكم يجرب المدرسين. فده الشهر اللي مسموح لكم تجربوا فيه مدرسين، تغيروا فيه زي ما انتوا عايزين. شوفوا المدرس اللي يمشي معاكم، شوفوا المدرس اللي انتوا متقبلين طريقه شرحه، بتفهموا منه اكتر، هتعرفوا تمشوا معاه. السنه لسه طويله، فعايزين المدرس ده اقدر امشي معاه، اكمل معاه طول الوقت. تاني نصيحه ومن اهم النصائح فعلا، ان انا عايزكم على قد ما تقدروا تصحوا الفجر. صحيان الفجر ده في حته تانية، اللي مجرب فاهم انا قصدي ايه. انت لما تنام بعد العشاء، لما تنام اخرك الساعه 10 وتصحى الفجر، انت خلاص انت رحت فعلا في حته تانية. الصحيان الفجر والخمس ست ساعات اللي بتاخدهم لحد الظهر دول فعلا كنز. انت كده بتعادل تقريبا المذاكره بتاعت اليوم كله. انت بتخلص على الظهر بتحس ان انت انجزت كم كبير جدا، وبيكون لسه اليوم بيبدأ. فيا جماعه يا ريت تحاولوا على قد ما تقدروا تصحوا الفجر. في ناس بتحب تذاكر بالليل، حاول تصحى الفجر على قد ما تقدر، يعني ده الافضل. حتى لو بتعرف تذاكر بالليل، اتمنى ان انت تذاكر الصبح، هتلاقي فعلا في بركه في الوقت، هتلاقي بتنجز كم كبير جدا جدا. فحاولوا تصحوا الفجر، تصلوا الفجر وتبداوا مذاكرتكم. تالت نصيحه، محتاجين نحل كتير جدا جدا على قد ما نقدر. يعني ايه نحل كتير؟ يعني انا عايزكم تحلوا من كتاب 2، تحلوا من كتاب المدرس بتاعكم، تشوفوا انتوا بتحلوا منين وتزودوا حل. انا عايزكم تتعودوا على الحل الكتير من اول دروس. محدش يقول لي لا اصل الدروس اللي في الاول دي ما بتجيش في الامتحان. الدروس اللي في الاول دي بتيجي في الامتحان، بتيجي بكم قليل ولكنها بتيجي وبتوقع، وفي منها اسئله كمان بتبقى صعبه. فلازم تتعودوا على الحل من دلوقتي، من الدروس الخفيفه دي، عشان لما تخشوا في التقيل تكونوا عارفين تحلوا ومتعودين على الحل الكتير، فتقدروا تحلوا بكميه كبيره. بالذات الناس اللي في تربيه وتعليم، الحل شيء اساسي بالنسبه لهم. الحل اهم كمان من الشرح، ولكن احنا بنسمع الشرح بعد كده بطبق. دي من اهم الحاجات اللي لازم تعملوها. عارف ان في ناس دلوقتي بتقول لكم ريحوا، انتوا لسه في اول شهر ولسه ما بداتوش قوي. انا مش عايز ارهقكم، لازم تاخدوا راحه وفي نفس الوقت تحلوا. يعني ايه؟ يعني انا خدت درس، حليت عليه من كتاب المدرس بتاعي، حليت عليه من كتاب خارجي، حليت عليه من تاني كتاب خارجي، كفايه ما زودش قوي الكتب، لان انا كده كده هخش ازود. بس المهم ان انا اعرف الافكار اللي هحلها دي، هل انا استفدت منها ولا لا. نستفيد من الافكار، نحاول نفتح دماغنا اكتر واكتر. في مواد هتلاقوا فيها حاجات طالعه بره المنهج زي الاحياء، هتلاقوا كتب بتقول حاجات بره المنهج، فاحنا نحاول على قد ما نقدر نستفيد من المعلومات اللي بناخدها من الاسئله. النصيحه اللي بعد كده واللي اتمنى تنفذوها وفرقت معايا جدا بصراحه في السنه بتاعتي، ان انا كنت بسجل الاخطاء بتاعتي. كنت بعمل حركه ولكن ممكن مش كله يعرف يعملها، ان انا كنت بسجل الاخطاء. الغريب ان انا كمان كنت بسجل الاخطاء بالسؤال، يعني بكتب السؤال، بكتب الاجابه، وبكتب الاجابه اللي انا غلطت فيها غير الاجابه الصح، بكتب الاجابه اللي انا غلطت فيها واكتب سبب الخطأ. طبعا ده ممكن يضيع لكم وقت، بالذات بالنسبه للناس اللي بتنزل دروس، فممكن تختصروا الموضوع ده وتجيبوا الكشكول او الدفتر بتاعكم وتكتبوا ان انا غلطت في كتاب كذا، صفحه كذا، سؤال كذا، وتكتبوا بس السبب بتاع الخطا عشان تبقوا ترجعوه. تكتبوا مثلا ان الاجابه كذا عشان كذا كذا كذا. ده هيساعدكم في ان انتوا في ليالي الامتحان، هتقولوا لي نفكر في ليالي الامتحان من دلوقتي، فكروا في ليالي الامتحان من دلوقتي. السنه يعني هي هتحسسكم ان هي كبيره، ولكن فعلا هتلاقوها عدت بسرعه مش طبيعيه. كنت بسمع كلام زي كده كتير، وناس تقول السنه سريعه ومش عارف ايه، ولكن انا كنت بحسب ان السنه طويله، وفعلا هتلاقوا نفسكم الامتحانات جت وانتوا بتحسبوا ان انتوا لسه في اول السنه. فاعملوا حساب اخر السنه من دلوقتي، سجلوا اخطائكم، اعملوا ملخصاتكم. محدش ما يعملش ملخص، الملخصات بتفرق جدا جدا جدا. كان في ناس زمايلي بتيجي في نص السنه او بعد نص السنه تكون عايزه تعمل ملخص من اول منهج. الحقوا انتوا لسه في اول منهج، اعملوا ملخصاتكم. الملخصات دي بتساعد في ليالي الامتحان، بتراجع بسهوله جدا. فاعملوا ملخصاتكم، سجلوا اخطائكم. النصيحه اللي بعد كده ان انت لازم تحسب موضوع اونلاين ولا سنتر. اروح اونلاين ولا اروح سنتر؟ الاونلاين بيوفر وقت، بس السنتر بفهم منه اكتر.
الموضوع ده لازم تحسموه تماما. بالنسبه لي انا كنت واخد السنه كلها اونلاين، واكيد في الفيديوهات الجايه هقول لكم مين المدرسين اللي كنت باخد معاهم اونلاين. تقريبا جربت المدرسين كلهم من اونلاين، فهتلاقوني فدتكم جدا في الحته دي. وهقول لكم برده على الكتب في الفيديوهات الجايه اللي انا حليتها، وهبقى معاكم اول باول. فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.